السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معانا في فيديو جديد. إن شاء الله النهاردة الفيديو ده هنتكلم عن المجموعة التانية من كأس العالم اللي بتضم كل من إنجلترا وأمريكا وإيران وويلز. طبعا لو بصينا نظرة سريعة كده على المجموعة دي هنلاقي إنجلترا طبعا بيتفورد، كين، أرنولد، ستيرلينج، فيها لعيبة كتير. برضو أمريكا يعني فيها بوب وفيها كام واحد كده برضو، بس مش بالقوة برضو الكافية. إيران فيها طبعا علي رضا، برضو مش من اللي انت تقدر تقول ايران دي هتروح في حتة. ويلز طبعا ما فيهاش الا جاريث بيل طبعا، وتعتبر هتبقى هي حصلت المجموعة. لو بصيت بص سريع على المجموعة دي، طبعا انجلترا اتوقع عليها هتفرم امريكا وويلز وايران. المنافسة هتبقى ما بين ايران وامريكا. اعتقد لا، ايران هتاخد المركز الثاني. امريكا برضو ما فيهاش لعيبة على مستوى عالي جامد، فأتوقع الصدارة هتبقى لإنجلترا مستريحة جدا. إنجلترا فريق قوي، بس هو مش من مرشح للأدوار يعني إيه اللي بعد دور ال16، ما توقعلوش. وإيران برضو هكذا، يعني إنجلترا أول مجموعة، إيران تاني المجموعة. ده ممكن يبقى آخر حدودهم دور ال16، يعني ده من وجهة نظري. وده كان كل ما لدينا في الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.